بوم. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده يا جماعة، الفيديو الخطير القنبلة ده، والرد الشافي والكافي على كل الناس اللي بتقول ان النادي الاهلي اكتر نادي بيتجامل في مصر. طبعا الشابوني في القعدة دي فتح صدره وفتح الرابع وقال ان النادي الاهلي، انا واثق ان النادي الاهلي، مؤمن ان النادي الاهلي اكتر نادي في مصر بيتجامل. قبل اي حاجة عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفلحوا في الدنيا وفي الاخرة. تعالوا نكمل. طبعا الشابوني اخد المايك وفتح على الرابع، لكن كانت المفاجأة رد قيشو على الشابوني. قيشو قال يا جماعة تعالوا نسمع ونشوف رد فعل، ونركز قوي مع الشابوني لما قيشو رد عليه الرد، مش هقول المفحم، هسيب بالتعليق ليكم، ونرجع نشوف ايه اللي حصل وايه اللي تم وازاي حصل الايرور او اعادة ضبط المصنع للشابوني من رد قيشو القاسي. النادي الاهلي يجامل اكتر من اي نادي في مصر، والنادي الاهلي يجامل اكتر من، والموضوع الست نقط قدامي ومش هرجع في رأيي. ده وجهة نظره يا جماعه، يعني الاهلي نسمح ان هو الاهلي يقول وجهة بيعامل معامله النظر. خاصه، الاهلي نادي الدوله وبيعامل معامله خاصه. طب خلاص ادي المايك لكيشو يا جماعه. بص يا شابوني، لو اتهمت فريق انه الاهلي اكتر فريق بيتجامل في مصر، انا بقول لك لو احنا الاثنين مأجرين شقه من صاحب عقار، وصاحب العقار ده ساكت عليك 20 سنه ما بياخدش منك ايجار وبياخد مني شهر بشهر، يبقى صاحب العقار ده بيدعمك ولا لا؟ اجابه صريحه. قصدك في قصه الارض؟ ايه؟ لا انا قصه الارض بحملها للنادي بتاعي، انا قصه الارض محملها لمجلس اداره. مش بتكلم على فكره موضوع الارض، انا بتكلم على الضرايب، بتكلم على شركه الكهرباء، بتكلم على اتحاد الكوره، بتكلم على كل شيء. في مليار جنيه ديون سياديه وخاصه بالدوله والضرايب وكل شيء على الزمالك. اذا الدوله بتدعم الزمالك بمليار جنيه ومش بتطالبك بيها، في وقت ان هي كل نادي لو الاهلي ما دفعش 8 مليون جنيه عشان كهرباء ادفع يا انا ما اعرفش المعلومات دي، بس لو انت لا يعني ده حقيقه. يعني بالمناسبه اقول لك كهرباء طبعا زي ما شفتوا وسمعتوا الرد اللي كان شافي وكافي، خلى الشابوني يحصل له ايرور او عمل له ضبط مصنع. الرد القاسي من قيشو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.